مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الغد بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مستقرة على العموم بأغلب المناطق الشمالية والجنوبية، عدا بمناطق الجنوب الغربي ستشهد عبور بعض السحب، احتمال لأمطار محلية، لكن على العموم تحسن في الوضعية الجوية بالجنوب الغربي. المناطق الشمالية ستشهد ضباب خلال الصبيحة نحو السواحل والمرتفعات الوسطى والشرقية. تصبح الأجواء مشمسة خلال النهار، تقريبا نفس الأجواء على وسط الصحراء وأقصى الجنوب مشمسة تماما. بعض السحب من النوع العالي ستغطي المناطق الشمالية الغربية، تبقى دائما بدون فعالية حتى على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. ما بين درجة 1 إلى 3 درجات ستسجل خلال ليلة اليوم بالهضاب العليا والمرتفعات الشرقية. 7 إلى 8 درجات بين العاصمة وعنبة، ترتفع بغرب البلاد لتقرب 14 بوهران. مقاييس ما بين 6 إلى 9 درجات بشمال الصحراء، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار وتاسيلي، بينما ترتفع بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تعرف ارتفاع على كل المناطق الشمالية، ترتفع إلى 24 درجة بوهران ومستغانم، في حدود 20 درجة بالعاصمة، 17 بسكيك دجيجل وعنبة، 21 درجة بتيزي وزو، تصل إلى 19 درجة بكل من قسنطينة خنشلة حتى بغليزان ومعسكر غربان. مقاييس ما بين 12 إلى 18 درجة بكل الهضاب العليا، تنخفض بتندوف لتقارب 14 درجة فقط، 19 ببشر وغردايا، 22 درجة بالجنوب الشرقي، بينما ترتفع إلى 27 درجة بالصحراء الوسطى و29 درجة على مقياس ببرج بشي مختار. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الغربية، رياح ضعيفة إلى معتدلة تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية. هذا عن داخل الوطن. أما خارج الوطن بقارة آسيا يوم الغد بحول الله، بكين ستشهد تساقط للثلوج مع 4 درجات، أمطار بمانيلا مع 31 درجة، نفس الأجواء تقريبا بسنغافورة. الأمطار تكون على شكل زخات رعدية جنوبا بجاكرتا ب 29 درجة مئوية، بينما تكون مشمسة على باقي العواصم، 14 درجة بطوكيو، 31 درجة بداكا، وأعلى مقياس 33 درجة ببونكوك. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و31 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و31 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.